هو مثلا بقى محامي ابتدائي خلاص بقى ضليع في الحته، بقى برياستر، بقى راجل مترافع، خدت بالك؟ فالنهارده يقدر امام المحكمه يقدر يتكلم، خدت بالك؟ نفس الكلام ده موجود في خارج البلاد صدقني طبعا. يعني انا اتعاملت مع محامين شغالين اميجريشن فقط في الامارات، شغال فقط للاقامات والتعامل امام القنصليات. في بعض الساده المحامين شغالين الشغل الجنائي فقط، القانون الجزائي كما بيسموه في القانون الجزائي. ففي بعض اللي يعني احنا في مصر عندنا تيجي تبص لك انا محامي كله، الشباب الصغير انا بتاع كله، انا برسخ المعلومه. الموضوع ده لو الشباب الصغير الموضوع ده بنتكلم فيه مش هنخلص، بس الشباب الصغير لازم يبقى دايما عنده الوعي في الحته دي. طبعا. كنت عايز تقول حاجه يا سعد؟ لا هو نفس كلام الاستاذ محمد، انا متفق معاه يعني، متفق في كله طبعا، وانا برضو متفق معاك نفس ده شريكي بس دي كانت دارج. لا تضغطش على على طول لازم اظن نتفق على طول. هو فعلا انا متفق معاكم جدا في الكلام ده، وفكره التخصص هي فعلا فكره مهمه، وبتدي للمحامي اكسس على قدر كبير بعد كده من القضايا طبعا بتجيله لانه اتشهر بالنوع ده من القضايا. حقيقي خليني اكلمك، انا اشتغلت فتره من حياتي فتره طويله جدا في شؤون الاجانب. يعني ان انا الحمد لله بتحدث الانجليزيه بلغه كويسه وبتكلم اللغه الروسيه، فمعايا لغتين. وكنت في فتره من حياتي كنت بتعامل في زواج الاجانب والاقامات والقنصليات وابدعت فيها، واعتقد ما زلت لانه هو جنب وقت كمان مع دراسه القانون ان هو يدرس اللغه. بالظبط. فطبعا هو يعني احنا بنفتقر الجزئيه دي. يعني جامعات القانون او جامعات او كليات الحقوق بتعلمك، بتدي لك اساسيات القانون، بتيجي انت كمحامي بتيجي تخرج تقابل الواقع العملي مختلف تماما، الواقع العملي مختلف تماما على اللي احنا درسناه. احنا درسنا حاجات تانية غير الكلام ده بالظبط. فطبعا لازم حضرتك تبدا تشتغل على نفسك، غير التمرس لازم تبدا تشتغل، تبدا تدرس، تزود لغه، لان دي لغه العصر، تدرس كمبيوتر، تشوف تقدر عشان تواكب هو كتير. خلي بالك برضه احنا برضه بنتكلم ان احنا قاعدين في بورسعيد، وبورسعيد هي مدينه قائمه على الاعمال، واغلب روادها لازم دايما هم دايما بيجوا لها دايما بيكونوا اجانب. يعني انا اتعاملت مع جنسيات صينيه، اتعاملت مع ناس من جنسيات روسيه، اتعاملت مع جنسيات اوكرانيه، جنسيات امريكيه. طب انت النهارده لو بيجي يقول لك انا عايز محامي، انت دولي يا استاذ صالح. ده بننوه الناس والله، الناس الشباب الصغير قدامهم متسع من الوقت قبل ما حياتك تزدحم. تقدر تعمل حاجات كتيره فيها، تقدر تعمل. انت لو اشتغلت على نفسك في اللغه وانت شاب صغير هتكون معاك على الاقل الايديا، معاك الفكره صح. ان انا اقدر اطور. وبعدين خليني اكلمك بصراحه ان النهارده المحاماه بقى ليها طابع خاص. يعني معلش كان زمان المحامي كان متاخد عنه طابع قاعد في المكتب حياته منغلقه، لا النهارده الموضوع بقى مختلف تماما. صح. طرق الاطلاع وطرق ان انت تبحث بقت في ايدك ادوات كتير قوي تبحث من خلالها. بنتكلم على ابسط مثال المواقع اللي ممكن تخش عليها وتشترك عليها هي قوانين جديده نزلت انا بتكلم بس كمان عن هو يقدر ازاي يبحث عن طريق ادوات، يعني بره الكتاب يقدر الموضوع بقى اسهل. طبعا بقى اسهل كتير. زمان الموضوع كان اصعب كده، لا غنى عن الكتاب. طبعا انا من الاشخاص اللي بتفضل انت المدرسه القديمه شويه، انا المدرسه القديمه، انا احب الكتاب. متفق معاك، انا نفس المدرسه مع يعني دايما طبعا هنحتاج التكنولوجيا طبعا، بس انا برضو المدرسه القديمه، يعني انا ممكن اخد المعلومه اونلاين بس ارجع للكتاب. اوكي بنعمل كده بس بقت اسرع. لان انا شفت موقف في محكمه القاهره الجديده من محامي زميل للاسف، خد طلع يعني بيترافع، فبدا يسرد في نصوص مواد قانون. فالله ده ايه القانون ده؟ جايبه من على الانترنت بجد الكلام ده بجد. قال له هو قانون لدوله ثانيه. فقال له فعمال يقول له مواد كذا لسنه كذا كذا كذا. فالله ده قال له لا استنى ناقشني، ده ايه ده؟ فبدا يناقش في القانون ده بالنسبه له موضوع جديد. فراح القاضي فاتح ماده كام يا استاذ؟ ماده كذا كذا كذا. مفيش. طب المواد دي اتعدلت ما اتعدلتش؟ انت جايب الكلام ده منين؟ فطبعا بدا للاسف كان في خطا. فعشان كده دايما لازم نرجع للكتاب، لان هو ده يا اما لو هناخد بقى معلومه قانونيه من على الانترنت تبقى من خلال يا اما الجريده الرسميه يا اما من خلال موقع منشورات اللي هو تبع الميري بالظبط. اما محكمه النقض، لان دي حاجات حجه عليهم مش حجه علينا احنا. دي بتاعتهم هم. انا اخدت النهارده من وقتكم كتير قوي. لا يا فندم، ده احنا اتشرفنا. هو ده الوقت اللي اسمه الوقت المثمر بجد. ده انا والله احنا استفدنا بيه. انا اللي استفدت. بس قبل ما اقفل الحلقه في حاجتين. الحاجه الاولى انا عايز اخد رايكم في السوشيال ميديا وفي الوسائل الجديده اللي بيستخدمها المحامين، سواء كان من خلال تيك توك او من خلال يوتيوب او من خلال اي شيء. مش هنقيم محامين،
ولكن انا عايز اخد رايكم في المجال اللي بقى مستحدث النهارده. بقت النيابه العامه بتصنع محتوى على الانترنت، رؤساء المحاكم والمحاكم نفسها بتصور احكامها والنطق بالاحكام والتحقيقات وكل حاجه بقت موجوده على الانترنت. الدكاتره بقت بتصنع محتوى، مدرسين بيصنعوا محتوى، كلهم بقوا بيصنعوا محتوى. الناس اللي كانوا مريفه ليه الناس او في اوقات كتيره ناس بتقول لك لا المحامي ما ينفعش يكون موجود على الانترنت؟ الكلام ده غير صحيح. النهارده احنا بنتكلم النهارده في عصر التكنولوجيا رهيب جدا. النهارده انا ازاي النهارده اقدم معلومه وازاي انشر نفسي؟ طب خليني اقول لحضرتك على حاجه معلش. انا بس كل اللي بتكلم فيه، انا مش عايزين نتكلم او عن الساده المحامين اللي اكيد طبعا بيقدموا حاجه. انا كل بس هعتمد في حاجه بسيطه خالص. حضرتك راجل محامي، لما تيجي النهارده تقول يعني مع احترامي يا استاذ احمد معلش، النهارده بدخل عند سيادتك على القناه حقيقي انا ساعات برجع لها فيديوهات. ده انا ليا الشرف. الله يخليك يا رب. لا والله بجد بدخل على فيديو بشوف حاجه. طب حضرتك بقدم محتوى، انا لما اجي اعمل ريسيرش انا ابص عليه واتفرج عليه واكتسب منه المعلومه. لكن بعتب على بعض الساده المحامين اللي النهارده بياخد الموضوع بالامر الهزلي. انا ببدا اسالني في سخريه في المعلومه وانا بطلعها. مش عايزين نتطرق لذلك، لكن انا عايز اقول لك على حاجه. ما عادش النهارده حد يجي يقول ما تطلعش معلومه او ما تطلعش على اليوتيوب او ما تتكلمش او لان خد بالك سيادتك من حاجه. لسه كنا بنتكلم على منطقه الوعي. منطقه الوعي ده دوره متوقف على المحامي. لما انا النهارده بقول معلومه ومعلومه صحيحه وبرجع لحد زي الاستاذ احمد موسى للشانل بتاعته وبراجع فيديو معين الراجل عامل عليه بحث، الراجل جايبه من كتاب، والراجل ده لما يجي يتكلم عليه